السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هاتكلم معاكم في موضوع مهم جدا. ليه في بنات كتير قوي ما اتجوزتش؟ في إحصائية بتقول إن في 10 مليون بنت فوق سن ال30 ما اتجوزوش، والنسب دي في زيادة. يعني النسب دي دايما في زيادة. ده بيحصل ليه بقى؟ يعني إيه السبب ده؟ هل مثلا البنت وحشة؟ ولا البنت مثلا مش لاقية حد يشوفها إن هي جميلة فهي بتتجوز؟ لا، الموضوع مش كده خالص 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 خالص. أنا كشاب اللي مثلا بيخليني مثلا اتاخر في الجواز او كده ان انا عقبال ما مثلا بتخرج، عقبال ما بدور على شغل، عقبال ما بخلص الجيش، عقبال ما بشتغل، عقبال ما بعرف ابقى اتقل في شغلي، ابقى كسيء او اعرف اعمل قرش. ده بياخد سنين وبياخد وقت فبيخليني اطول. انت مطلوب منك شقه، مطلوب منك ذهب، مطلوب منك حاجات كتير قوي. مثلا تبقى في بنات كتير جميله قدامك بس انت مش عارف ليه، عشان مطلوب منك. يعني هو مش موضوع انت مثلا بتقول واحده انا بحبك، لا، انت المفروض في مسؤوليه انت تبقى قدها. الرجوله انت تبقى قد المسؤوليه، هو مش كلام وخلاص. فانت بتتحمل المسؤوليه. بس فالموضوع بياخد وقت، ديت حاجه. تاني حاجة بقى ان انا عندي طلب ان المفروض في مجتمعنا دوت ان احنا نخفف مصاريف الجواز على الشباب. يعني مثلا انا كعندي كشاب، انا قدامي الحرام سهل جدا، وهكون مبسوط وهعمل شهواتي وهبقى في قمة الانبساط وقمة اللذة وقمة كل حاجة. الجواز انت بتخش بتعمل شهواتك وبتعمل كل حاجة بس في الحلال عشان ربنا يرضى عنك، بس انت بتتحمل المسؤولية. يعني انت الحرام بتعمله من غير ما تتحمل المسؤولية، بتنبسط من غير ما تتحمل المسؤولية. انما الجواز والحلال بتعملش وتتحمل المسؤولية. فساعدوا الشباب ان هم عاوزين يتحملوا مسؤولية. اي حد عاوز يتجوز وعاوز يعمل حاجة حلال، عاوز يرضي ربنا، عاوز يتحمل المسؤولية، فانت المفروض تساعده على ده، مش تبقى عائق ليه او تكون سبب في تاخيره. بس انا لو عليا انا هتجوز من 10 سنين فاتوا. بس انا مثلا عندي النهارده 28 سنه، اللي بيخليني مثلا انا او اي شاب يعني بنوصل مثلا للسن ده ما اتجوزناش، او ممكن لحد ال 30، عشان احنا شغالين بتجتهد على قد ما تقدر. انت تحاول تعمل، تتقل في شغلك، تعمل فلوس على قد ما تقدر، وربنا اللي بيعين يعني. بس فرجاء يعني ان المصاريف تبقى اخف شويه عشان الدنيا تبقى اهدى. يعني مهما الواحد كان شغال ايه، انت المفروض الدنيا تبقى اهدى عشان البنات، مش عشان حد يعني، والله عشان البنات. انما انا لو عليا، يعني انت ممكن تعمل الحرام ولا يفرق معاك. يعني انا كشاب عادي، انت ممكن تعمل الحرام وتنبسط وعادي. اما البنات يعني المجتمع هيبوظ. فالمفروض الدنيا تبقى اسهل، اسهل شويه بس عليا وعلى الناس كلها يعني. بس